طيب هنخش بقى بعد كده في التشكيل المتوقع بالنسبة لنادي الزمالك. ولا تحب تبتدي انت بالنادي الاهلي؟ اتفضل يا كابتن عشان ما يبقى مفيش تعصب. اكيد طبعا. احنا ممكن نبتدي ان شاء الله، ان ده المتوقع اللي هو المفروض هيحصل، ان محمد الشناوي هيكون هو في حراسه المرمى. خط الدفاع هيكون رامي ربيعه ومصطفى العيش. الوينجين كريم الدبيس ومحمد هاني. خط الوسط هيبقى مروان عطيه طبعا واحمد رضا واكرم توفيق وامام عاشور. طبعا في خط الهجوم حسين الشحات وجلال الشهر ووسام ابو علي ومحمد عبد الله. ماشي، هم دول متوقعين، بس احنا المفروض ان احنا حضرتك قلت في الوسط اربع لعيبه: رضا وعطيه وعاشور واكرم. الاربعه دول هيلعب منهم ثلاثه. مظبوط. الفكره كلها ان هم حاطين في كل واحد بديل كبديل ليه، تمام. بس لحد دلوقتي كده هو ما نزلش القائمه الاساسيه. يعني هو حتى البدائل اللي موجوده برضه. يعني اكيد احنا طبعا برضه كابتن شريف يعني بدون تعصب يعني اشرف بن شرقي احتمال يلعب الماتش ده. بس هينزل كبديل يعني توقع. هينزل كبديل، هو كتوقع هينزل كبديل، بس انا برشح ان كولر يبتدي بيه. هيبقى في اداء اعلى كمان في الماتش. هيبقى على حساب مين؟ يعني ممكن مثلا نقول هيبقى على حساب يا طاهر يا اسمه ايه، مش متذكر يعني حاليا دلوقتي بصراحه. مش مشكله. هو انا متوقع لو هو لعب اشرف بن شرقي ما بيلعبش يمين، يعني حسين الشحات ممكن يلعب يمين. اشرف بن شرقي بيحب عدلته على ناحيه الشمال علشان بيقطم وبيشوط وبتبقى رجليه اليمين قويه جدا. حسين بيعرف يلعب ناحيه اليمين، بيظبط يمين. بس هو احنا يعني الاحسن عندنا ان بعض اللعيبه مثلا زي حسين شحات بيلعب يمين وشمال، ودي حاجه حلوه. طاهر نفس الفكره. اشرف بن شرقي زي ما احنا قلنا هو بيلعب ناحيه الشمال اكتر. يعني مش لعيب مثلا زي ما بنقول جوكر، يعني مثلا ممكن تحط يمين ممكن تحط شمال يأدي، لا ما اعتقدش ده. تمام. وبالنسبه للمهاجم الصريح بقى، تحب جراديشار ولا وسام ابو علي؟ بص انا اتمنى يعني، بص هو مش هنكذب ان جراديشار عمل اداء جامد قوي 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 من ساعه ما جه، جاب 3 اجوان لحد دلوقتي. بس انا شايف ان انا ابتدي بوسام ابو علي. هو بيحب ماتشات القمه قوي، بيحب يلعب الماتشات القويه قوي. وشايف ان هو هيبقى اداؤه اعلى قوي. على الاقل حتى لو انا ابتديت بيه. بس ماتش السوبر الافريقي ما كانش متواجد. ما هو ما كانش متواجد، هي الفكره. بص احنا كابتن شريف برضه عندنا نقطه في بعض المدير الفني، بعض يعني اي مدير فني حاليا النهارده في مصر، بس انا هتكلم عن كولر بالاخص. كولر بالاخص النهارده ما بقاش يسعد الاهلاويه دلوقتي. ودي بقت يعني نقطه ما بقناش من ناحيه ايه؟ يعني الراجل بيكسب كل الماتشات. ولو يا كابتن شريف هو بيكسب. بص احنا خلينا صراحه النهارده النادي الاهلي انت عندك عندنا فرقتين قويين جدا من بعض اللعيبه كلها. فما نجيش نقول يعني عشان نكون صراحه يعني ما نجيش هنقول النهارده لا اصل انا ممكن اكسب بمدير فني. لا انا كيسري ممكن اقول لك مثلا لا انا ممكن اكسب من غير مدير فني. انا معايا لعيبه كل لاعب عارف اداؤه في الملعب كويس هو ايه. فعلا، بدليل اي حد بيجي يمسك مدير فني للاهلي ياخد بطولات يا كابتن. يعني خلينا صراحه يا كابتن شريف، احنا النهارده بنتكلم شوف كام مدير فني جالنا واتعمل له سي في زي من النادي الاهلي. شوف احنا عندنا كام لعيب بيجي يفضل قاعد على الدكه بس بياخد بطولات وهو خارج من النادي راح نادي تاني. السي في بتاعه بيبقى تقيل يعني زي ما بيقولوا. فالفكره كلها لا انا شايف ان هو الفتره دي ابتدى بصراحه ما يديش لعيبه كده انتماء اكتر في اللعب. يعني انا النهارده جايب وسام ابو علي وجايب جراديشار، جايب يعني اجمد 2 مهاجمين. مين على حساب مين دي هتبقى مشكله كبيره هنقابلها الفتره الجايه، انا متوقع كده. فشايف ان يعني اتمنى ذلك ان هو يبتدي بوسام ابو علي ويخلي جراديشار الماتش الثاني او الشوط الثاني هيبقى افضل يعني. ده وحسين وبن شرقي. حسين وبن شرقي. بس بن شرقي مش محطوط في التشكيل المتوقع. هو مش محطوط بقى المتوقع، بس هذا التمني بتاعك. نتمنى انه يعمل كده. وبالنسبه لخط الوسط، بالنسبه لخط الوسط انا طبعا اتمنى ان هو يبتدي بمروان. هو كده هيبتدي بمروان، بس لسه برضه يعني ما حدش فاهم اذا كان فعلا هو عنده فكر تاني ولا لا. لان هو يعني اللي انا سمعت ان هو متوقع ده، وفي نفس الوقت في بعض الناس بتقول لا هو مش هيبتدي بمروان. بس مفيش حد زي مروان. مفيش حد يعني. ودي اللي احنا خايفين منه، لان مروان جاي له
جاله عقودات الفتره دي، وخايفين طبعا ان الاهلي يستغنى عنه، ودي طبعا هتبقى امر صعب جدا. زي ما كلنا بنتمنى ان اليو ديانج يرجع تاني عشان خاطر ان شاء الله يعني، لانه اداؤه في خط الوسط طبعا رهيب يعني زي ما بيقولوا. وعلى ما اعتقد ان برضه هينزل اكرم توفيق، يعني هيبقى عطيه واكرم توفيق وقصادهم امام. وقصادهم امام على طول. تمام. يعني دي اتمنى ان هي تبقى التشكيله اللي نبتدي بيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وخط الدفاع كده ومبسوط الدفاع. منه ولا في عايز حاجه؟ لا انا بالنسبه لي كريم الدبيس يعني حد كويس جدا. رامي ربيعه بيأدي بالذات اداء جامد قوي قدام ماتشات الاهلي والزمالك، ماتشات القمه بالنسبه لعمرو. يعني رامي ربيعه دي حاجه رهيبه، بس نتمنى ان هو ما يعملش كده. نتمنى يعني. ان شاء الله باذن الله.